كل سنة وانتم طيبين. بركة الست العذراء من نور تملى كل البيوت بركة وخير ونعمة. عملت لكم النهاردة قرص العذراء بطريقة بسيطة ولذيذة وطلع ناجحة وحلوة جدا. كل اللي داق منها عجبته. طلع هشة وحلوة قوي. يلا بينا نبدأ ونشوف عملناها ازاي. تمشي على الخطوات بالظبط عشان تطلع مظبوطة. هنا جبنا كيلو دقيق. كنا مجهزين كوبايتين مية دافية، كوباية سكر او كوباية وربع سكر على حسب مذاقك، كوباية زيت، وهنا ده معلقة بيكنج باودر صغيرة، فانيليا، رشة ملح. عندك بقى حابة تضيفي جوز هند او سمسم براحتك، الاضافات دي بتاعتك. وهنقلبهم كويس جدا مع بعض. وبعدين هنجيب كوباية هنضيف فيها كوباية ونص مية مع كوباية السكر او كوباية وربع سكر حسب ما انت عايزة، ونقلبهم كويس. مش هنضيف المية مرة واحدة، احنا هنحط كوباية ونص بس على حسب ما الدقيق معانا هيحتاج. وفي خطوات لازم تمشي عليها مظبوطة. شوفي الفيديو للآخر عشان يطلع معاكي ناجح وجميل جدا. هحط كوباية الزيت على الدقيق وابدأ ان انا افركهم كده كويس لحد ما يبقى رملي كده وكله يمتزج مع بعضه. وهنا بقت شكلها زي الرملي كده وامتزج كله. هبدأ احط كوباية ونص مية واقلبهم كويس. ونص الكوباية لو احتجت احطها، ما احتجتش خلاص على حسب نوع الدقيقة. وهنا كنت مسحه الرخامة كويس وبدأت ان انا اعجن فيها جامد جدا في حدود 10 دقايق 15 دقيقة. كل ما تعجيني فيها كل ما تبقى طرية وحلوة جدا جدا جدا. لو وصلتي لحد هنا لايك وشير عشان يوصلك كل جديد. في ناس بتقول ان مش بيوصلها منشورات عشان عدم التفاعل. وهنا شايفين بقت طرية وحلوة قوي. هنسيبها تخمر. وهنا بعد ما خمرت سيبيها الوقت الكافي ساعة 2 على حسب ما تاخد معاكي. تخمر في مكان دافي وتغطيها في فوطة او تحطيها في الفرن من غير ما تولع عليه طبعا. وهنا بدأت ان انا اشكلها كور كلها مقاس واحد. شايفين انا بشكلها ازاي عشان كلها تبقى مقاس واحد. ولما باجي ببدأ من اول واحدة انا عملتها بكورهم كلهم مرة واحدة، وبعدين ببدأ من اول واحدة انا كورتها واشتغلت فيها. شايفين انا بكورها ازاي عشان تكون المقاس كله واحد. وطبعا بكون في الخمر هي بتختمر مرتين، مرة بعد ما بعجنها واسيبها ترتاح، ومرة بعد ما بشكلها كور كده وافردها وبحطها في صينية بدهنة زيت. الصينية بكون دهناها زيت. ببدأ بقى طبعا انتوا شايفين كده بعد ما انا كورتهم كنت دهنت الصينية زيت. ابدأ بأول واحدة انا كورتها بفردها كده فرد بسيط بصوابعي. طبعا لو انت عندك الختم وعايزة تختمي بيه براحتك، بس هي كده بتبقى فيها خمر كده مظبوط، فكده كده مش هيبان فيها. فبدأت ان انا احطها وبسيبها تختمر تاني في الصينية. سيبيها حوالي نص ساعة تختمر في الصينية. كل ما بتختمر تاني كويس كل ما بتقب معاكي وبتبقى حلوة. باي باي.